يا من له تعني الوجوه وتخشع، ولذاته كل الخلائق تخضع. أعنو إليك بجباه لم أحنها إلا لوجهك ساجدا أتضرع، وإليك أبسط كف ذل لم تكن يوما لغير سؤال فضلك ترفع. أنا من علمت المذنب العاصي الذي عظمت خطاياه فجاءك يهرع. إني سألت العفو فاعف تفضلا، يا من له تعني الوجوه وتخشع. جمع الطيب المبارك يقول الحق تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالصبر عادة الأنبياء والمتقين وحلية أولياء الله الصالحين، وهو الدرع الحصين للمؤمنين، وسيدنا هو سيد الصابرين. ويقول: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولرب نازلة يضيق بها الفتى زرعا وعند الله منها المخرج ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. حقا إن الله مع الصابرين، فإذا صبرت كان الله معك، ومن كان الله معه ترى من يكون عليه. فيا من تضيق بك الابتلاءات ارفع يديك إلى خالق الأرض والسماوات. اللهم اجعلنا من الصابرين الشاكرين الحامدين الراضين بقضائك وقدرك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. إخوة الإيمان والإسلام، سلام من الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. تحية طيبة مباركة من عند الله في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي أسعد فيه بحضراتكم محدثكم السعيد صبري السعيد، معدا لفقرات وبرامج هذه الليلة القرآنية المباركة، والتي تقام تكريما للأم الراحلة حرم المرحوم الحاج محمد صابر الشبكي. الله تعالى أسأل أن يتغمدها بواسع رحماته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يجعل ثواب هذه الليلة وما يتلى فيها من آيات بينات نورا يتقاطر عليها في قبرها يا رب العالمين. وبالإنابة عن آل الفقيدة والأسرة الكريمة، وباسم الحج صبحي محمد صابر، والحج مسعد محمد صابر، والحج أحمد محمد صابر، وجميع عموم عائلة الشبكي بقرية ميتا القرشي وقرية توفيق الحكيم، باسمهم جميعا أتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير، وإلى كل من جاء ليقدم واجب العزاء. وقد استضفنا لحضراتكم في هذه الليلة القرآنية المباركة علمين من أعلام رياض القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي، معنا فضيلة القارئ الشيخ عمرو زايد فخر قراء محافظة الاسكندرية، كما يحضر معنا ايضا فضيلة القارئ الشيخ محمد لطفي عبد الفتاح فخر قراء محافظة الدقهلية. اخوتنا يا اخوة الايمان والاسلام،
خير مستفتح لكل شيء دائما القرآن الكريم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. فاللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، ويوم القيامة شفيعا، وفي الجنة رفيقا. آيات بينات يتلوها علينا علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بمحافظة الإسكندرية فضيلة القارئ الشيخ عمرو زايد، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم.
وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب وكان الله عليما حكيما. وكان الله عليما حكيما. وكان الله عليما حكيما. وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى
قال إني تبت وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وعلى الذين لهم عذابا أليما.
وعاشروهن شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا وكيف
إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم حرمت عليكم أمهاتكم حرمت عليكم وأخواتكم من الرضاعة. حرمت عليكم
دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. تلاوة سعدنا واستمتعنا بها. الله أسأل أن تكون نورا يتقاطر على هذه الروح التي فاضت إلى ربها. تلاها علينا علم التلاوة مصر والعالم الإسلامي وفخر قراء محافظة الإسكندرية فضيلة القارئ الشيخ عمرو زايد. وكانت ضمن فقرات هذه الليلة القرآنية المباركة التي تقام تكريما للأم الراحلة حرم المرحوم الحاج محمد صابر الشبكي. الله تعالى أسأل أن يتغمدها بواسع رحماته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يجعل ثواب هذه الليلة وما يتلى فيها من آيات بينات نورا يتقاطر عليها في قبرها يا رب العالمين. بالإنابة عن أبناء الفقيدة والأسرة الكريمة اسم الحج صبحي محمد صابر والحج مسعد محمد صابر والحج أحمد محمد صابر وجميع عموم عائلة الشبكي بقرية توفيق الحكيم وقرية ميت القرشي باسمهم جميعا أتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير وإلى كل من جاء ليقدم واجب العزاء. كان معنا من الهندسة الصوتية ومكبرات الصوت العالمية من داخل كبرى قصور الضيافة المتنقلة وكبرى مخازن الفراشة الذهبية الحديثة مع لؤلؤة الأنوار وأضخم محطات الديازل الكهربائية والتي أعدت تحت إدارة الحاج عبد المجيد إبراهيم المقيم بتوفيق الحكيم. اخوتنا يا اخوة الايمان والاسلام، ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.